ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى عملنا الكبسة السعودي بس بالفراخ مش باللحمة، وعملنا صوص الدقوس معاها. بجد كانت جميلة قوي. انا نهى. لو انتي اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش بقى تفعلي الجرس وتشتركي عشان يوصلك كل جديد. ويلا بقى قبل ما نبتدي نسمي الله وتحطي لايك وتعليقك الجميل عشان ده اللي بيخليني انا استمر. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى عملنا ايه؟ جبت بصلايه كبيره وقطعتها زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليها بما يعادل بمعلقتين كبار من الزيت. حطيت بهاراتي بقى اللي هي معلقه كبيره من الكبسه، المعلقه اللي احنا بناكل بيها بهارات الكبسه بتتباع جاهزه عند العطار، ومعلقه صغيره من الفلفل ومعلقه صغيره من الكمون. تمام. وحطيت عودين من القرفه وليمونتين اللي هو الناشف ده، انا مش فاكره اسمه بالظبط. تمام. وورق اللورة زي ما انتوا شايفين، وحوالي 6 فصوص و6 فصوص حبهان و6 فصوص قرنفل. تمام. ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. وقلبي بقى ده كله. يا خرابي، انا مش قادره اقول لكم كان الريحه كانت عامله ازاي، والجمال ده كله كان قدامي ازاي. بجد كانت الريحه لذيذه قوي. وقرن الفلفل الحامي انا ما فتحتوش، انا سبته زي ما هو وخلاص. بيديها تيست حلو قوي سبايسي كده. تمام. وحطيت يعني فصين 3 فصوص توم، دول كانوا مهروسين عندي. وطماطمايه بشرطه، طماطمايه واحده بشرطه زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. وقلبت ده كله بقى مع بعض. تمام. ومعايا الفرخه حطيتها انا مقطعاها 4/4. تمام. وعملتها بقى نضفتها كويس وحطيتها في محلول النقع. محلول النقع اللي هو عباره عن ميه وخل وليمون وملح ودقيق. وسبتها في محلول النقع ده حوالي نص ساعه، وبعد كده غسلتها كويس وبعد كده سبتها تتصفى. وهنزل بقى بنزل على الناحيه اللي هي فيها اللحم مش العظم، تاخد الصدمه بتاعتها، بسيبها تتشوح. يعني انا بحب الحركه دي قوي 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 جدا وانا هسلق فراخ مثلا. تمام. بتديها كده الشوك ده بيخليها لذيذه قوي في الطعم. تمام. ومش بيأثر ومش بتتحرق، انتي بتبقي ايدك فيها. يعني انتي بتسيبيها الاول بتاع 10 دقايق. تمام. مش 10 دقايق، اقل من 10 دقايق. تمام. وبتقلبيها. انا قلبتها ونزلت بقى بمعلقه صلصه كبيره. وطبعا انا معايا الميه المغليه بتاعتي، ومش هنسى الملح. هنا بتحطي الملح. تمام. وكل ما كانت الفرخه بتاعتك مش كبيره كل ما كانت استوت اسرع. تمام. لازم الميه تكون مغليه مع اي حاجه انتي بتسلقيها. بس كده. تعالوا بقى عبال ما الفراخ بتاعتي تستوي نبدأ بقى نعمل الدقوس بتاعي. معايا طماطم، كام حبة طماطم كده، وده كان نعناع. بنحط حوالي 3 عيدان او عودين، لما بيكون فريش بيبقى طعمه حلو. تمام. والطماطم. ومعايا قرن فلفل حامي بس انا حطيت نصه. تمام. هو مش مكمل حتى اللي هو يبقى نص قرن، بس ان هي تديها طعم. وقرن فلفل بارد. وطبعا الثوم مفروض هي بتتحط عليها كزبره خضراء، كزبره او بقدونس، بس انا ما كانش عندي. تمام. انا حطيت كزبره اللي هي الناشفه. وطبعا الملح. تمام. وعصرت عليها حوالي ليمونتين كبار. انا الليمون اللي انا المفروض ان انا احط عليها مثلا 2 ل3 ليمونات، بس انا كان عندي ليمون كبير فانا اكتفيت ان انا احط ليمونتين بس. واخلي بالي ان البذر ما ينزلش فيها، ما يسقطش فيها. تمام.
ادي الملح، حط نص معلقه صغيره، ما تكتريش عشان ما تبقاش حادقه، ونص معلقه صغيره برضو من الكمون، وبرضو الكزبره اللي قلتلكوا عليها. تمام. وده التوم بتاعي بتاع حوالي فصين توم، واقل من ربع يعني معلقه كبيره خل عشان ما تبقاش طعمها كلها خل يعني. ونسيت اقولكم ان انا هضربها مع معلقه من الصلصه، نسيت كلام لا يسهو. تمام. وادي بقى الصوص الدقوس اهو بعد ما ضربته بجد جميل جدا. هفضيها في طبق وهنزل عليها بربع كوبايه من الميه الساقعه، الحاجات دي فريش كلها، فبتديها بقى تطشيه حلوه. الميه الساقعه بتخففيها حتى شويه. تمام. بس كده. انا عايزه اقول لكم بجد جميله جدا. انا عايزه اقول لكم كمان قبل ما ادخل الفراخ الفرن انا حطيت دهنتها كده، خدت حبه من اللي كانوا فاضلين في الطبق قبل ما افضيهم في طبق تاني، اخدت حبه بس كده لحوست بيها الفراخ. بجد مش هقدر اقول لكم كانت عامله ازاي. انا هنا سقيت الفراخ كانت هي عامله سمنه على الوش، فاخدت السمنه دي حطيتها كده. تمام زي ما انتوا شايفين. انا هنا عملت الرز البسمتي، ممكن تعمليها برز بسمتي وممكن تعمليها برز ابيض اللي عندك والمتاح. كانت كوبايه اللي هو بالمج ده، غسلتها كويس. كوبايه الرز البسمتي بيبقى عليها كوبايتين شوربه او كوبايتين من الميه. تمام. مش هحط اي حاجه، الشوربه عندي متملحه فيها بصلها وفيها بهارات وفيها كل حاجه، وطبعا خدت كل البهارات اللي انا عامله بيها وحطيتها هنا. بس طبعا انا عيرت عملت في حله اصغر شويه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وسبت بقى الرز بقى يتشرب معايا وظبطت ملحه وكل حاجه. بصوا اهو الرز مستوي. هما كانوا حبه صغيرين على قدنا عشان ما اعملش ويبات، ما بحبوش يبات. بصوا مستوي ازاي وجميل قوي ومش معجن، والرزايه زي ما هي. ودي بقى خلصت وجبتي النهارده ودخلتها الفرن وطلعت جميله قوي قوي. بصوا وشها جميل ازاي. ودي بقى الدقوس وجربوها وهتعجبكم، واستنوني بقى في فيديوهات كتير. ولو انتوا وصلتوا معايا بقى لحد الوقت ده من الفيديو ما تنسيش تفعلي الجرس وتشتركي ولايك الجميل وتعليق. يلا مع